صباح الخير على كل اللي شايفيني وسامعيني دلوقتي. معاكم حاتم النجار. هنتكلم النهاردة على المشكلة المفتعلة بتاعة كابتن حسين الشحات مع محمد الشيبي اللاعب المغربي في صفوف نادي بيراميدز المصري. كلنا شفنا الشكل العام اللي حصل بعد المباراة. كابتن حسين الشحات توجه لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز ومد ايديه عليه، ضربه بالقلم، وده تصرف خاطئ. انا مش بقول ان ده تصرف صح، ولكن تصرف غلط، تصرف ما كانش يجب ان يعمله كابتن حسين الشحات. لكن خلينا نرجع حاجه بسيطه لورا. محمد الشيبي، وده انا الكلام ده بنقله لاداره النادي الاهلي عشان تدافع عن اللعيب بتاعها. انا اهلاوي على فكره. عايزين بس نفتكر حاجه: محمد الشيبي من مواليد الدار البيضاء في المغرب. الدار البيضاء في المغرب هو معقل نادي الوداد المغربي. الاهلي طلعه من نهائي كاس افريقيا وكسب منه كاس افريقيا في المغرب هناك في الدار البيضاء. خدوا بالكم من حاجه كمان، ان محمد الشيبي منقول من نادي الوداد لنادي بيراميدز، وكلنا عارفين ان حسين الشحات كان احدى عوامل الفوز القوية جدا في المباراتين النهائي اللي حصلت في القاهرة هنا واللي حصلت في دار البيضاء في المغرب. المشكلة بقى ان محمد الشيبي بيكون زي ما يكون زعلان قوي من حسين الشحات والاهلي اللي عملوه في فرقته في نهائي افريقيا. ده ممكن يكون سبب على فكرة. بس الغريبة ان محدش لا في الاعلام ولا في نادي بيراميدز ولا في الاهلي اتكلم في النقطة دي. ونرجع ورا شوية كمان، نفس اللعيب ده عمل مشكلة مع علي معلول في مصر بيراميدز والاهلي في اللي هو السوبر المصري اللي اتلعب في الامارات. نفس اللعيب ده. وعلى فكرة خدوا بالكم كمان من حاجة، ان مباراة السوبر المصري ما بين الاهلي وبيراميدز اللي محمد الشيبي فيها اتخانق مع علي معلول كانت بعد مباراة الاهلي والوداد الاولى في القاهرة. يا ريت الناس تفكر في النقطة دي، لان هي دي السبب على فكرة في الخناقة. وطبعا اكيد الخناقة كان فيها شوية شتايم وشوية سباب وشوية مد ايادي والكلام ده. ربنا يكون في عون الكرة المصرية وفي كابتن حسين الشحات. ومعلش الغرامة اللي انت توقعت عليك يا كابتن حسين، معلش تتعوض ان شاء الله، ربنا هيرزقك من واسع. كنت معاكم حاتم النجار.